العجيب قال عفريت من الجن. وقلنا ما معنى جن ولماذا سمي جن؟ تعلم؟ قلت هذا ولا أعيدها؟ نعيدها. جن في لغة العرب، شوف، أي كلمة في لغة العرب الحرف الأول جيم والثاني نون بمعنى الخفاء، شيء مخفي. شباب مصورين، أي حرف الحرف الأول جيم والثاني شو؟ نون، شو معناه؟ مخفي. مثل شو؟ لا أنتوا رايحين جنة. شفت الجنة أنت؟ شفت جنة الفردوس؟ مخفية على العين. جيم نون جنة. شو بعد؟ جن. شفت الجن؟ جنين. مخفي وين؟ في احشاء أمه. جنازة. لماذا سميت جنازة؟ لأن تخفى تحت إيه؟ تحت الأرض، صح؟ وش بعد عندنا؟ كثير الكلمات. ما يوجد أي جنون مرض خفي يصيب العقل، ليس عضوي يعالج، يصيب العقل فيسمى إيه؟ جنون. فكل كلمة في لغة العرب جيم نون بمعنى شيء مخفي. أتحدى أن تعطي كلمة فيها جيم نون ولا يوجد شيء. حتى جناح، قل جناح طائر. ليه؟ لأنه إذا نزل على الأرض وش يصير؟ يخفيه، فسمي جناح. لهذا لغة العرب جميلة. مثلا في لغة العرب أي كلمة الحرف الأول نون والثاني فاء بمعنى خروج. نفى، أخرجه من المدينة. نفورة، خروج الماء. نفير، خروج الحرب. نفس، خروج هواء. نفاس، خروج دم. عرفت؟ نفق، خروج الروح. فأي كلمة نون الحرف الأول والثاني فاء، خروج إيه؟ شيء يخرج. جيم نون خفاء. في لغة العرب كل كلمة تتكون من حرفين. الحرف الثاني جيم بمعنى الخروج بقوة مع بقاء الأثر. الخروج بقوة مع بقاء الأثر. مثل عج، هج، زج، لج، فج. هذا من جمال اللغة. علمت؟ فلهذا الله عز وجل أطلق عليهم جن، أي أنهم ماذا؟ لا يروا بالعين. هذا الذي أطلقه الله عز وجل. زين، حل هواء. حنا نقول بعدين ما حذب أنا. حنا نقول جيم نون بمعنى الخفاء، صح؟ كثير من الناس يقولون شيخ جندي مسكوا ممسك. مسكوا ممسك على وسيم. قال جندي ما هو مخفي. اسمع، سمي جندي في لغة العرب لأنه يلبس درعا يخفي صدره، وقيل لأنه يضع ملابسا تشابه لون الأرض حتى يخفي نفسه. ما تشوف الجندي لباسه مثل لون الصحراء يخفي نفسه. ما تشوف الجندي يحاول يخفي نفسه بدرع، بمدرعة، بشيء، يضع شجر، يضع كذا. لهذا سمي جندي، لأنه يخفي نفسه عن العدو. مستحيل تجد كلمة جيم نون بمعنى تأتي بمعنى غير الخفاء. أي كلمة جيم نون بمعنى الخفاء. المهم